بنسعى عليه. يعني التليفونات اللي جات لنا دي مبشرة بالخير ان في اتصال ما بين الجهات البحثية وما بين المجتمع، وده تفاعل احنا كنا محتاجينه. كانت دائما الابحاث في واد والمجتمع في وادي، والابحاث حديثة للادراج هو مجرد كلام على ورق اذا طبقت يعني على نطاق ضيق عشان تجربة الباحث ياخد عليها رسالة ولا ترقية ولا بحث. دلوقتي الوضع مختلف، بس عايزة اعرف اكتر ازاي نقدر ننشر هذه الثقافة. يعني الحمد لله الناس بقت بتجيلكوا عشان تحضر دورات تدريبية، لكن ايضا المراكز البحثية والمراكز الثقافية والتعليمية لها دور انها تنسق مع حضراتكم عشان يبقى في دورات في مكان تاني، ان احنا نروح احنا للناس، ما نستناش الناس تجيلنا. ان انا اذا كان عندي معرفة بنسبة 20%، لا ده انا عايزاها 50 و60%. اذا كان في جدوى من هذا المشروع يبقى انا اللي اسعى كمركز بحثي ان انا انقله. وانتوا عندكم في بحوث المناخ هذا المشروع، هل ممكن نشوفه مثلا في بحوث الصحة الزراعية، في الجميزة، في المراكز البحثية على مستوى الجمهورية، ام ان هذا منوط فقط بالابحاث المناخ؟ لا طبعا مش منوط بينا بس، احنا بنتعاون مع زمايلنا في جميع الاقسام. يمكن في زمايل شغالين على بحوث في الخضر، زمايل شغالين على بحوث في الفاكهه، في الزينه، في النباتات الطبيه والعطريه. يمكن الفيلم كان زي ما الدكتور محمد قال احنا وصلنا ل 25 او 26 بحث، مش متخصصين بس في المركز المناخ، لان احنا مش تخصصنا شامل كل الحاجات دي طبعا، لان ابتدينا نعمل ابحاث عن الخرشوف، عن النباتات الطبيه والعطريه، عن بعض اشجار المانجا زي الفاكهه والبرتقال. في كلام كتير وحاجات كتيره ابتدينا نشتغلها، لا مش منوط بيها. بجانب ان احنا بالنسبه للانتشار الموضوع احنا بنعمل نشرات عن طريق الثقافه الزراعيه تبع وزاره الزراعه، بننشر بقى الفكره. قناه مصر الزراعيه عملنا فيها تسجيل كذا مره عن الموضوع، بنحاول ننشر الفكره. بيجي لنا تدريب صيفي من الجامعات كلها بتيجي تشوف الفكره عندنا، بيجي لنا خبراء من بره بيجوا يتفرجوا على السيستم بتاعنا، وبتستقوا قوي لما يشوفوا ان احنا وصلنا للمرحله دي، ان احنا وصلنا ان احنا يبقى عندنا الدوده ديت بالكميات الحمد لله الى حد ما كبير عندنا في المعمل المركزي للمناخ الزراعي 6 شارع النور بالدقي امام نادي الصيد. اللي شرفنا يشوف ان شاء الله الحاجات دي كلها عندنا. العنوان ينزل على الشاشه. بالنسبه لرقم التليفون الخاص بالكنترول 0111. ده رقم خاص برايفت لحضرتك؟ ده رقم برايفت. لا يعني انا لا ما رضيتش اسال حضرتك على البرايفت لان لا مفيش مشكله، احنا بنستخدم الارقام بتاعتنا. يعني لو في رقم تليفون للمركز او لا هو الافضل على طول عشان يبقى كونتاكت مباشر. ممكن الرقم برايفت يعني ما رضيتش اسال حضرتك على الرقم برايفت. لا 0111 511 5 8 4 2. 0111 511 5 8 4 2. ده رقم دكتور محمد ابو سعود. يعني هو برايفت بس هو بيتلقى الاتصالات عليه. لو في حد له اي استفسارات او يحب يشارك او يحب ان هو يبدأ هذا المشروع، فرقم التليفون مرة تانية 0111 511 5 8 4 2. بجانب طبعا ان احنا مستمرين في عمل الدورات التدريبيه لغايه دلوقتي. احنا ان شاء الله عندنا يوم الخميس الجاي 20/7 دوره تدريبيه لحضرتك. احنا كنا فاتحين باب الاشتراك في الدوره اللي تبقى قد ايه؟ هي لمده يوم واحد، ورشه عمل لمده يوم واحد، لان الموضوع زي ما انت شايفاه سهل. فيها عدد لا باس به من السيدات. احنا الحمد لله كنا راصدين 30 فرد، جالنا حوالي فوق ال 65 واحد في الدوره دي. نسبه السيدات فيهم قد ايه؟ والله نسبتهم ممكن تتعدى 30%. يعني ما شاء الله نسبة، والناس حابة القصة دي. وفي سيدات بتيجي طالبة انها حتى تشتري الدود مستعجلة، مش محتاجة انها تستنى الدورة تقول لي لا ده انا عرفت القصة، انا سهل قوي ان انا اربي الدود من كتر قرايتها عن الموضوع وشافته كتير، فهي خلاص حابة انها تشترك وتبتدي تشتغل على طول. بس احنا تسهيلا لان في ناس كتيرة ابتدت تاخد مننا دود بسبب ما عندهمش خبرة ازاي في تغذية الدود، لان انا لو اكلت الدود اكل زيادة ممكن الدود يحصل له مشكلة ويموت عني. فاحنا عاوزين ندي المتدرب، احنا بنديله طبعا 100 جرام دود في اخر اليوم هديه. احنا عاوزينه ياخد ال 100 جرام دي ان شاء الله زي الباشمهندس زكريا والمهندس خالد حلاوه ما شاء الله من سنتين وصلوا 2 و3 كيلو و5 كيلو. فما شاء الله الكميات بتزداد بسرعه زي ما الدكتور محمد قال، انه بيتضاعف حوالي في السنه من 30 ل 35 مره. يعني لو بادئ بكيلو في اخر السنه ممكن يبقى 30 35 كيلو. فتخيلوا مع الاسعار اللي احنا بنقولها ديت ان الدوده بجنيه وفي ناس ابتدت تبيعها بجنيه ونص. بس انا متوقع ان شاء الله العمليه تبقى احسن ونوصل ان احنا نبيع بالكيلو والنص كيلو، والاسعار ان شاء الله تبقى برضك في مستوى يشجع اي حد يخش في
المكتشفين والشباب يخشوا في الموضوع، لانه الحمد لله مش محتاج مساحه كبيره قوي. اي حد سهل يحصل على المخلفات، حتى من واحد بتاع فاكهه جنبي، الخضر اللي احنا عندنا كميه لما بنشوف كل واحد اسواق الخضار اللي جنبنا، كميه المخلفات اللي موجوده اخر النهار بتبقى كميه كبيره. احنا ذات نفسنا الدكتور محمد ساعات بينزل بعربيته بيعبي حاجات بتبقى صعبه قوي ان احنا بالظبط كده. فساعات فعلا الفاكهه والحاجات دي بتبقى حاجه كويسه قوي.